كان فاشل وما عندوش اي موهبه، لكنه بقى قائد اعظم فريق صيادي كنوز في العالم. كراي كان كل اللي بيتمنى انه يعيش حياه هاديه في القريه اللي اتولد فيها، لانه كان شايف ان شغل صيادي الكنوز اللي بيقتحموا خزائن الكنز ويقتلوا الوحوش حاجه خطيره قوي عليه. لكن الحلم ده كان حلم اصحابه من الطفوله اللي خلاهم يحلفوا انهم هيبقوا صيادي كنوز مشهورين ويحصلوا على احترام الناس كابطال. مرت سنين كتير وكراي بقى شاب عايش في العاصمه واللي كان فيها حمله تجنيد ضخمه من واحده من اكبر العشائر واسمها الخطوات الاولى. كراي قرر يدخل الطابور بهدوء، وهناك بنت اسمها روتا بدات ترغي وتقول انها دايما بتشتغل لوحدها، لكنها كانت متعطله في خزانه كنز اسمها وقر الذئب الابيض وقررت تنضم الفريق. فجاه واحد من الناس اللي واقفين في الطابور بدا يتريق عليها لانها فاكره انها ممكن تخلص وقر الذئب الابيض وهي لسه في المستوى الثالث. روتا اتعصبت من كلام سكارفيس وبدات خناقه تسخن بينهم. كراي كان مش عايز اي وجع دماغ فحاول يستخبى مع الحيطه وراهم لحد ما الحارس جه وفصل بينهم. لما دخلوا الخماره كراي قال لروتا تساله عن اي حاجه لانها اول مره تحضر حاجه زي دي، وهو كان حضر كتير قبل كده. روتا سالت عن اكتر فريق لامع وكراي قال لها ان الفريق الافضل في العشيره واللي قائده شاب اشقر وبيلقبوه بارك ومستواه 7، ومع 5 افراد بس من الفريق يقدروا يخلصوا خزينه كنز من المستوى ال7. روتا انبهرت وسالته عن الكرسي الفاضي اللي جنب فريق ارك. قبل ما كراي يرد عليها سكارفيس دخل عليهم وقال لها انها مش عارفه ان الكرسي ده بتاع قائد فريق الحزانه الشهير اللي هو اساسا مؤسس عشيره الخطوات الاولى، وشرح ان السبب الرئيسي لوجود كل الناس دي هو ان فريق الحزانه بيحاول يلاقي عضو جديد لاول مره. فجاه واحد احمر الشعر غاضب بدا يزعل المنظمين وسالهم عن فريق الحزانه لانه جاي مخصوص علشانهم. بنت اسمها تينو طلعت علشان توقف الولد عند حده، ورغم ان الحارس اللي كان موجود حاول يمنعها الاثنين كانوا مصممين يثبتوا نفسهم. كل الصيادين في الخماره كانوا مستنيين يشوفوا خناقه، وكراي قال لروتا يخرجوا بره عشان ما يتورطوش في اللي هيحصل. وفي اللحظه اللي تينو كانت بتسخن فيها عشان تضرب الولد فجاه حست بوجود حد مألوف. سابت الولد تماما وبدات تدور بعينيها. فجاه لمحت كراي وراحت ماشيه عليه من غير ما تاخد بالها ان الولد هجم عليها. كراي وقع على الارض بعد ما تينو هجمته، بس شخصيتها قلبت 180 درجه. بدل ما تكون الآلة القاتله اللي كانت فيها من شويه بقت فجاه واحده بتموت في كراي وبتنده له سيدي وبتساله من امتى هو هنا. في اللحظه دي ارك الاشقر جه وقال لكراي انه متاخر وانهم مش هيقدروا يبداوا من غير قائد العشيره وزعيم فريق الحزانه. كل الناس اللي موجوده اتصدمت لما عرفوا ان الفاشل اللي واقع على الارض ده هو قائد العشيره القويه دي، وكراي في اللحظه دي كان نفسه الارض تنشق وتبلعه. قصته بدات من 5 سنين لما كون فريق الحزانه مع اصحابه من الطفوله عشان يحققوا حلمهم. كانوا بيروحوا الخزائن الكنز للمبتدئين وبيخلصوها بسرعه، لكن في الحقيقه اصحابه هم اللي كانوا بيعملوا كل حاجه، وكراي دايما كان تايه وضعيف. بس اصحابه كانوا فاكرين انه بيعمل كده علشان يلفت انتباه الوحوش عمدا. هو الوحيد اللي ما كانش عنده اي مهارات حقيقيه، وكان عارف انه هيبقى عبء عليهم قريب، عشان كده قرر يسيب الفريق عشان مصلحتهم. لكن لما جمعهم عشان يقول لهم انه هيستقيل تجاهلوه زي ما الكراش بتاعتي بتعمل معايا، وقالوا له ان الفريق ملوش قائد وانه المفروض ياخد المنصب. كراي اتصدم لما استقالته اتحولت لترقيه، بس ما كانش عنده اختيار، بقى قائد الفريق والفريق ده بقى الاقوى في العالم. نرجع للحاضر وكراي قاعد في مكانه ومعاه ارك وتينو اللي بيتخانقوا عشان ياخدوا انتباهه. ارك قال ان كراي اكيد اتاخر عن قصد عشان يختلط بالمتقدمين ويقيمهم وهو متخفي. كراي كان عايز يقول له ان الحقيقه انه اتاخر لانه كان نايم ونسي الوقت. بعدها ارك ساله لو لقى حد مناسب ينضم للفريق. كراي بص على الولد الاحمر اللي كان عامل مشاكل قبل كده وساله يعرف نفسه. الولد قال ان اسمه جيل، وكراي كان شايف انه لو فريق ارك دربه ممكن يطلع منه حاجه، رغم انه عارف انه ما عندوش اي موهبه في اختيار الناس، لكنه قرر يسيب كل حاجه على رب الحبكه. بس كراي كان عنده شرط قبل ما يقبله، قال ان اهم حاجه للصياد هي القوه والعزيمه اللي ما تستسلمش. علشان كده قرر يختبر الكل عشان يشوف مين يستحق الانضمام للعشيره. اعلن قدام الناس انه من يوم ما بقى صياد عمره ما خسر ولا مره. الكل اتصدم، بس الحقيقه انه عمره ما دخل معركه حقيقيه اصلا. كراي شال واحده من الخواتم اللي لابسها وقال ان اي حد يمسكها يحصل على توصياته للانضمام لفريق ارك، ورمى الخاتم ناحيه الحشد. جيل جري بسرعه عشان يمسكه، بس تينو اتحركت اسرع وبعتته لعالم الظلام بكعب رجلها اللي زي الصخر. الخاتم طار من ايد جيل وفضل يلف على الارض. كل الصيادين اللي في الخماره بداوا يجروا وراه زي الكلاب المجنونه. كراي اعلن ان الخاتم ده كمان يعتبر كنز واي حد يمسكه هياخده، وبعد ما اتمنى لهم حظ سعيد قال لروتا وسكار انه هيشوفهم قريب. تاني يوم كراي كان قاعد في مكتبه بيهزر ومرتاح، لكن سكرتيرته ايفا جات له متضايقه وبدات تشتكي من الفوضى اللي سببها التحدي اللي عمله امبارح، وكمان قالت له ان جمعيه صيادي الكنوز عايزين يقعدوا معاه. كراي فكر يبعت ارك مكانه، بس ارك ما كانش في المدينه وما كانش قدامه غير انه يروح بنفسه. بمجرد ما وصل مكتب الجمعيه وقع على ركبته وبدا يعتذر بحرقه، لكن الرئيس جارك ما كانش راضي عن اعتذاره، فبعت سكرتيرته تدي كراي كتاب فيه مهمات محدش عايز يعملها لانها يا اما تافهه او خطيره جدا. كراي بدا يالف في الكتاب عشان يلاقي مهمه سهله ويدبسها في حد تاني. لقى مهمه في خزينه مستوى 3 لانقاذ صيادين وخدها على طول من غير ما يعرف انها اخطر مهمه في الكتاب. لما رجع مكتب العشيره لقى تينو مستنيه عشان توري له الخاتم اللي كسبته امبارح،
امبارح. سالها اذا كانت فاضيه دلوقتي، وتينو افتكرت انها هتترقى معاه للخطوه الثانيه في علاقتهم، لكن هو كان عايزها تنفذ المهمه اللي خدها من جارك. تينو اختفت من المكتب كأن سانوس ضرب صباعه، لكن كراي استخدم قطعه اثريه تتبعها وربطها عشان ما تهربش. المهمه كانت في وكر الذئاب، وكراي كان عارف بالظبط مين هيبعته معاها. شكل فريق من روتا، تينو وسكار وجيل عشان ينفذوا المهمه. من 6 سنين لما فريق راحوا يسجلوا نفسهم كفريق في جمعيه صيادين كنوز، ولد شعره احمر اسمه لوك خبط الباب برجله ودخل وقال انه اقوى مبارز في العالم، ووراها على طول بنت سمراء اسمها ليز اعلنت انها اعظم لصه. كراي في اللحظه دي حس انه عايز يموت من الاحراج، لكن صحابه فضلوا يكملوا في فضايحهم. لما راح كراي للموظفه عشان يملى اوراق الفريق، سالته عن اسم الفريق والشعار. ما كانش حد فيهم فكر في حاجه زي كده قبل كده، فكراي اختار عن قصد اسم سخيف زي الحزانه، ورسم جمجمه اي كلام كرمز ليهم، على امل انهم يحسوا انه اكتر واحد ممل ومش مناسب يكون قائدهم. كلهم قالوا ان الاسم والشعار زباله، فرد عليهم انه ما يقدرش يتحمس يكون صياد كنوز لو اسم الفريق حاجه تانية. لكن اللي حصل ان اصحابه بدل ما يرفضوا الاسم غيروا رايهم تماما. قالوا لكراي ان عنده حس تسميع عبقري، وانهم لسه فاهمين ده متاخر لانهم مش بنفس ذكائه. كراي المسكين ما كانش عنده اختيار تاني، وهكذا تاسس فريق الحزانه. نرجع للحاضر. كراي واقف قدام الثلاثه صيادين الكنز اللي لسه مش مصدقين انه قائد الحزانه، بيسالوه لو هو فعلا الصياد من المستوى ال8 واللي لقبه 1000 خدعه، وده خلى تينو تقف تدافع عنه وتقول للكل يركعوا قدام سيد كراي. كراي طلب منها تبطل تخوفهم، لكن جيل الاحمر قال بصراحه انه شايف كراي ضعيف قوي عشان يكون هو الزعيم الحقيقي. كراي تجاهل كلامه وسال لو الكل مستعدين يساعدوا تينو في استكشاف خزينه الكنز مستوى 3. جيل رفض ياخد اوامر من كراي، وسكار بدا يتخانق معاه ويقول له يحترم الصياد مستوى 8. ولما كراي لقى الموضوع بيخرج عن السيطره قرر يطرد جيل من الفريق، بس جيل فجاه تحداه وقال انه عايز يقتله، ولو خسر هيبقى تابع ليه. كراي قبل التحدي، لكنه قال انه هيقتل تينو لانها قائده الفريق وممثلته. جيل وافق واتجهوا كلهم لصاله التدريب. جيل قال لكراي انه لما يهزم البنت هيواجهه شخصيا، لكن كراي وضح ان تينو صياده مستوى 4 زيه. تينو رمت اسلحتها وقالت انها مش محتاجاهم اصلا، فجيل رمى سيفه هو كمان. تينو هجمت على جيل قبل ما يقدر يتحرك، هو تفادى الضربه الاولى، لكن دي كانت مجرد تمويه لركله قويه خبطته في الحيطه. تينو كانت واثقه انها كسبت، لكن جيل قام وهاجمها تاني، ومع كده تينو خلصت عليه بضربه في رقبته وافقدته الوعي. على طول تينو بصت على كراي مستنيه مدح منه، وقالت له انها بقت قويه بفضله، وهي راحت جنبه عشان تسمع كلام تشجيعي، بينما جيل واقع على الارض مش مصدق انه خسر. افتكر ازاي كان اقوى طفل في منطقته وانه حلم يكون اقوى مبارز. بقى صياد كنوز عشان يحقق حلمه، لكنه بقى اقوى من فريقه وقرر يجي هنا. بعدها كراي ساله لو ساب فريقه القديم علشان الفرق الكبير في المهارات. جيل اللي مصدوم ساله ازاي عرف، وكراي رد انه مر بنفس الموقف، لكن على عكسه فريقهم فضل متحد. ما قالش الجزء الاهم انهم هم اللي ما راحوش عنه. فجاه كراي لمس سيفه برجله وجسمه اتغطى بالنار. جيل كان مذهول لانه لسه ما وصلش لمرحله يقدر يولع نار بالقوه دي، اما كراي بيعمل كده من غير ما يمسك السيف حتى. فاعترف اخيرا ان كراي قوي جدا بشكل مرعب. بعدها كراي قرا تفاصيل المهمه في خزينه كنز اسمها وكر الذئاب البيضاء، والهدف هو انقاذ صيادين محاصرين. الوحوش اللي هيواجهوها هناك هي ارواح الذئاب الفضيه اللي كانت عايشه في الوكر قبل ما يتم صيدها. بعد شويه السكرتيره ايف قالت لكراي انه كان غلط يبعت تينو والباقيين لخزنه كنز خطيره زي دي، لكنه اخذ الموضوع بهزار وقال ان دي مجرد خزنه مستوى 3. كراي قال ان السيف ده يعتبر كنز اثري وسهل الاستخدام جدا، لدرجه ان حتى جيل يقدر يتعامل معاه من غير ما يعرف حاجه. فجاه كراي بدا يتحول لاوتاكو متعلق بالاثار القديمه، وفضل يتكلم بحماس عن روعه الكنوز اللي بتطلع من الخزائن، وان نفسه يجمعهم كلهم. بدا يحلم بسيف جيل ويتساءل لو يقدر يشتريه منه. ايفا وبخته وقالت له انه عنده اثار اكتر من اللازم اصلا، لكنه رد عليها وقال ان كل قطعه اثريه مختلفه ومش ممكن يزهق منهم. فجاه افتكر انه محتاج يشحن الاثار بتاعته، فراح لمشعوذه في النقابه بتاعته، واثناء ما كانت بتشحن الاثار المشعوذ وشركتها حكوا لكراي عن الذئب الشبح اللي اتشاف قريب من وكر الذئاب البيضاء، واللي مسح قافله كان معاها حراس مستوى 3. وكمان قالوا له ان الوحوش في الخزنه بقت اقوى مؤخرا، وحتى فريق من صيادي كنوز مستوى 5 اختفوا جواها. كراي كان مصدوم لما سمع الكلام ده، وطلع على طول صفحه معلومات المهمه. ما كانش واخد باله من اسامي او مستويات الناس اللي المفروض ينقذهم لما خد المهمه، ولما شاف انهم كلهم مستوى 5 بدا ينهار ويفكر انه بعت تينو والباقيين للهلاك. لما حكى للباقيين في الغرفه وهم كمان اتصدموا، لكن افتكروا ان دي طريقه كراي لتدريب الناس اللي عندهم موهبه. كراي خرج من الغرفه بسرعه وهو بيحاول يقنع نفسه ان كل حاجه هتكون تمام. على الناحيه الثانيه فريق تينو كان قرب من خزنه الكنز، والجو بقى مرعب شويه، رغم انها كانت عارفه ان كراي كلفها بمهمه صعبه جدا. حاولت تطمن الباقيين وقالت انها واثقه ان كراي جمع الفريق ده الهدف مخطط ليه هو بس. فجاه هاجمهم وحش ذئب قوي لابس درع ومعاه سلاح. تينو كانت مرعوبه لانها ما كانتش متخيله ان الوحوش هنا هتكون بالمستوى العالي ده، لكنها قررت تقاتل علشان تنفذ المهمه اللي اداها ليها سيدها.
في مكتب كراي كان حاسس بالذنب لانه بعت تينو والباقيين للخطر، فقرر يروح يساعدهم بنفسه. سحب كتاب من على الرف بتاعه وفتح غرفه سريه مليانه بالاثار اللي عنده. عينه وقعت على خزنه صغيره فيها قطع اثريه مميزه جدا. لما خرج من الغرفه هو شال كل حاجه. ايفا تقريبا افتكرته حرامي، لكنها لما عرفت انه ناوي يساعد الفريق لاحظت انه لابس قطع اثريه ممنوع حوالين رقبته، لكن كراي خباها بسرعه وقال انها خطيره جدا ومش هيستخدمها. بعد كده وقف عند الشباك وقال لايفا انه هيرجع قريب. فجاه فعل قوه الرداء بتاعه وطار في السما زي الخفاش في الليل، من غير ما يعرف ان الرداء ده ما فيهوش لا تحكم ولا فرامل. وفي الكهف فريق تينو بطريقه ما قدروا يقتلوا وحش تاني اقوى بكتير من مستواهم. اثناء المواجهه جيل لاحظ ان الطاقه في سيفه اتفرغت تماما بعد ما كراي اطلق الطاقه منه وقت العرض. سكار كان واضح انه مهزوم جدا، وروتا كانت بتنهج من التعب بعد ما قتلت وحش واحد بس. سكار قال انهم المفروض يرجعوا لانهم مش مستعدين ولا عندهم المستوى المناسب لمواجهه الوحوش دي، لكن تينو رفضت الفكره تماما وقالت بكل ثقه ان كراي بعتهم هنا لهدف محدد وانهم مستحيل يخيبوا ظنه، لدرجه انها قالت ان تفريغ طاقه سيف جيل ممكن يكون جزء من خطته العبقريه. وبايمانها الكامل في كراي قررت تتحرك للامام. وبعد شويه وصلوا للزنزانه الحقيقيه، وهناك لقوا وحوش الذئاب مستنياهم بره ومعاهم اسلحه ناريه واقواس. الكل استخبى ورا شويه صخور وبداوا يناقشوا الخطه. قرروا ان الافضل هو تجنب المواجهه في العلن ويحاولوا يدخلوا الكهف الاول. جيل قرر بشجاعه انه هيشتت انتباه الذئاب عشان الباقيين يقدروا يجروا جوه، لكن تينو بسرعه فهمت انه مخه زي محمصه العيش وقالت له انه الذئاب هيعملوا فيه دوجو ستايل لو حاول حاجه غبيه. جيل قال انه لسه معاه سيفه الاسطوري، وحتى من غير مانا السيف ده لسه سلاح قوي، لكن قائده الفريق تينو رفضت الفكره دي، وبدل كده قررت انها وروتا هيعملوا التشتيت بينما جيل وسكار هيهاجموا الوحوش من الخلف. بضغطهم على نفسهم لوحدتهم القصوى قدروا يعملوا شويه شغل جامد، وحتى نجحوا في القضاء على 4 وحوش ذئاب. الكل كان متفاجئ انهم قدروا يهزموا خصوم اقوياء بالشكل ده. فجاه خرجت مجموعه وحوش جديده من الكهف والفريق قفز فورا في المعركه. تينو فضلت تراقب الفريق المؤقت بتاعها ولاحظت بسرعه ان رغم انهم فريق صغير الا انهم اقوياء جدا في تخصصاتهم رغم العيوب الواضحه فيهم. في وسط المعركه تينو رجعت تفكر في كراي وبدات تمدحه في دماغها كانه كان مخطط لكل ده وانه بعتهم للزنزانه دي علشان يكتسبوا ثقه اكبر في نفسهم. جيلو وهو بيحارب الوحش افتكر الوقت اللي كان بيتكلم بالسوء عن زملائه القدامى لانه حس انهم مش كويسين كفايه ومش هيقدروا يواكبوه، عشان كده قرر يسيبهم، لكنه عمره ما فكر في احساسهم وقتها وهم كانوا بيحاولوا بكل طاقتهم انهم يواكبوه. اثناء مواجهته للوحش سكار استعاد توازنه ودفش الوحش بعيد، وده اعطى جيل الفرصه انه يوجه ضربه قويه لصدر الوحش ونجح في قتله على طول. في اللحظه دي جيل ادرك قد ايه القتال في فريق متماسك ومش اغبياء تماما ممكن يكون شعور رائع، وقرر يكمل المنطقه اللي جايه. قبل ما يدخلوا الكهف اللي بعده تينو وقفتهم وقالت انها حاسه بوجود حد قريب، لكن تينو فكرت ان كراي اكيد خطط انهم يواجهوا وحش الزعيم قبل ما ينقذوا الفريق المصاب، وقالت انهم مش هيكبروا لو كانوا بيعملوا المهمات السهله بس. الكلام ده لمس سكار اللي قال انها ممكن تكون صح، لانه بعد ما بقى مغامر مستوى رابع ما حسش انه محتاج يروح زنزانات بمستوى اعلى لانه فقد طموحه وحماسه. تينو ردت عليه وقالت ان كراي اكيد فهم ده على طول وعشان كده حطه في الفريق ده عشان يواجه مخاوفه ويمه. بعدها التفتت لباقي الفريق وقالت لهم ان كل واحد تم اختياره لهدف معين، وان كراي اله وماستر مايند كبير بيخطط لكل حاجه بدقه ومش مجرد بيرسلهم لمهمات خطيره عشوائيا. في نفس الوقت بره كراي كان بيهلوس وبيحاول يسرع على قد ما يقدر، مش واخد باله انه مفيش فرامل للروب اللي لابسه، وده خلاه يدخل الزنزانه زي كره البينج بونج وهو بيتخبط يمين وشمال. اما جوه الزنزانه فريق تينو بقى وجها لوجه قدام وحش الزعيم الضخم. سكار فكر ان الوحش كبير جدا بالنسبه ليهم، وفجاه الوحش حاول يضربهم بالفاس بتاعه. كلهم قدروا يتفادوا الضربه وهم بيجروا حواليه. تينو لاحظت ان الوحش قوي جدا وانهم محتاجين خطه لو عايزين فرصه يهزموه. لاحظت ان الوحش مش لابس خوذه وفكرت انهم لازم يوجهوا ضرباتهم لراسه. قالت لجيل انه يصد الهجمه الجايه وهي هتحاول تواجه الضربه القاتله، وجيل وافق على الخطه بدون اي تردد. الكل استعد للمعركه من جديد والوحش تقدم. جيل قدر يصد الهجمه بسيفه وسكار حاول يهاجمه من وراه، لكن الوحش ضربه كف محترم. تينو هجمت بسرعه على الوحش وهي بتتجنب الضربات، لكن الوحش حاول يضرب سكار مره تانية وكسر سيفه. كان الوحش هيقتل سكار لو ما كانتش تينو قفزت على فأسه وبدات تجري ناحيه وشه واخدت قفزه الثقه، لكن الوحش كان اسرع وضربها على رجليها، لكنها في نفس اللحظه طعنته في مؤخره رقبته وكانها بتقلد هجوم العمالقه. الخطه نجحت والوحش اختفى وهي وقعت على الارض واخرجت جرعه علاج عشان تعالج جرحها. جيل وسكار كانوا مرتاحين انهم لسه عايشين وراحوا ناحيه تينو اللي اعطت سكار سيفها وقالت له انها هتقدر تتحمل من غير شويه. فجاه حست تينو بحاجه جايه واتفادت رمح طاير كان جاي ناحيتها في الظلام. الكل كان مصدوم لان وحش الزعيم كان مات بالفعل، لكن فجاه 4 وحوش زعماء تانيين خرجوا من الظلام وشايلين اسلحه كتير مختلفه. تينو لاول مره تحس ان كراي فعلا زودها حبتين لان وحش زعيم واحد كان كفايه، لكن برضه مش ناويه تخذله. وقفت مره تانية وقررت انها تدخل الكهف الضيق اللي جنبهم بسرعه عشان الوحوش ما يقدروش يطردوهم هناك، لكن واحد من الوحوش وقف قدام المدخل وسد طريق الهروب. سكار وجيل قرروا يتكلموا وقالوا للبنات انهم هيكونوا الطعم عشان هم يهربوا بسرعه جوه الكهف. روتا حاولت تعترض لكن سكار قال لها ما تقلقيش، كل واحد هيموت في يوم والاهم ان في حد هيعيش النهارده. لكن تين رفضت تماما فكره ان حد يضحي بنفسه وفضلت تسال نفسها كراي كان هيعمل ايه في الموقف ده. فجاه افتكرت انها
لسه معاها الخاتم السحر اللي اداهولها. طلبت منهم يدعموها وفعلا الثلاثه هجموا بسرعه على الوحش واحد ورا الثاني، بينما تينو استخدمت الخاتم اللي بيطلع طاقه هوائيه وشحنته وضربت الوحش في عينه. الوحش بدا يضرب في اي حاجه حواليه وجيل قرر ينهي عليه بضربه قاتله. للاسف الوحش ضربه بعيد قبل ما يكمل ضربته، وبحلول الوقت اللي تينو حاولت تساعده فيه كل الوحوش كانوا فوقيهم، وهنا الكل فكر ان نهايتهم قربت. فجاه كراي ظهر في الكهف وضرب الوحش بقوه طيرته على الحيطه. تينو كانت مصدومه انها شافته هنا، بينما سكار لاحظ ان الوحوش واضح انها خايفه منه. واحد من الوحوش حاول يهجم عليه لكن بفضل القطعه الاثريه اللي معاه ما حصلش ليه اي حاجه. كراي بسرعه ضرب الوحش بطلقه سحريه من خواتمه، والطلقه ضربت الوحش وطيرته مره ثانيه على الحيطه. بعدين استخدم قنبله دخان عشان يديهم فرصه يهربوا، وفعلا الكل قدر يهرب. كراي عالج رجل تينو وقال لهم كلهم يمشوا وراه، مع انه هو نفسه كان خايف لانه مش عارف ايه اللي مستنيهم قدام. كان ماشي براسه لتحت لانه حرفيا ما عندوش فكره هو فين او المفروض يعمل ايه، لكنه كان بيتمنى ان حد ياخد زمام الامور بداله ويقودهم. لكن كل اعضاء الفريق كانوا واثقين فيه تماما ومقتنعين انه عارف كل حاجه. بعد شويه من التوهان جيل سال كراي لو هم في طريقهم للخروج. كراي فضل ساكت، لكن تينو ردت وقالت ان اكيد عنده خطه تانية وانها عارفه تخطيط الكهوف كويس وانهم ماشيين في اتجاه مختلف تماما. كراي كان بيعيط داخليا وبيفكر اذا تينو زعلانه منه عشان بعتهم هنا وبتتعمد ما تساعدش، لكنه قرر يكمل. فجاه كل اعضاء الفريق وقفوا فجاه وقالوا له كراي عرف ازاي اننا لازم نيجي هنا. تينو بصوت متحمس قالت ان كراي عارف كل حاجه، وجروا كلهم على الكهف اللي قدامهم. هناك لقوا الفريق المصاب اللي كان تايه في الزنزانه. كراي اتصدم انه لقاهم لانه كان حرفيا اتخبط فيهم صدفه. قائد الفريق المصاب رود شكرهم على المساعده، لكن تينو قالت له يشكر كراي لان هو اللي قادهم هنا. كراي بسرعه قال انها كانت صدفه، لكن طبعا فريقه فكر انه بيحاول يكون متواضع. رود ادت الفريق المصاب الادويه اللي معاه، لكن الادويه ما كانتش كفايه وكانوا لسه ضعاف جدا لانهم ما اكلوش حاجه. واخيرا كراي بيفتكر انه شال معاه حقيبه الشوكولاته السحريه اللي عمرها ما بتخلص، اما وزع الكل شوكولاته. سكار بدا يتكلم مع رود وقال له انه ما كانش متوقع ان فريق مستوى 5 يلاقي صعوبه في الكهف ده، وحتى جيل قال ان وحوش الذئاب فعلا قويه لكن مش قويه كفايه عشان تمسح فريق كامل مستوى 5. رود استغرب وقال لهم ان الذئاب ما كانتش السبب لانهم اصلا ما شافوش الذئاب حواليهم، بدل كده كان في وحش فانتوم لوحده جامد بطريقه مش طبيعيه هو اللي عمل فيهم كده. رود قال ان الوحش ده اكيد مميز لانه كان قوي كفايه انه يتحكم في وحوش الذئاب الزعماء، وكمان قال انه يعتقد ان الوحش ده اقوى من القديس بالسيف نفسه. الكلام ده خض الكل لان اي حد في العاصمه الامبراطوريه عارف ان القديس بالسيف هو اقوى سياف عايش دلوقتي. كراي قاعد بياكل شوكولاته بالراحه وكانه مش فارق معاه لانه عارف ان القديس بالسيف ده مش غير صديق طفولته لوك، لكنه برضه كان شاكك ان الوحش ده يكون فعلا بالقوه اللي بيتكلموا عنها، لانه لو كان كده لوك كان خلص عليه زمان. لكنه رغم كده كان متاكد انه اقوى من انه يقدر يواجهه لوحده، وكان بيتمنى لو انه ساب المهمه للولد الوسيم ارك. الكل جوه الكهف التفت ناحيه كراي عشان ياخدوا توجيهاته، لكنه بكل بساطه لف وشه في خجل لانه ما عندوش ادنى فكره يعمل ايه. واخيرا قرر يضحك عليهم شويه عشان يكسب وقت، وقال لتينو انها القائده للفريق وان دورها انها تقودهم. تينو ما كانتش واثقه في نفسها، لكن كراي اكد لها ان ده تدريب كويس وفضل يقنعها انها القائده الحقيقيه. تينو كانت مبسوطه جدا لما عرفت ان كراي واثق فيها، ووعدت انها مش هتخيب امله. الفريق بدا يتحرك وسط متاهه الكهوف، ولما وصلوا نهايه الكهف وشافوا المخرج من بعيد كانوا كلهم قلقانين اكتر وخايفين ان الفانتوم يظهر. رود قال لتينو انه هيكون الدرع بتاعهم عشان يقدروا يهربوا بامان، لكن تينو رفضت الفكره تماما وقالت انهم كلهم لازم يرجعوا سالمين لان كراي معاهم. فجاه بداوا يسمعوا وحوش الذئاب الزعماء وهي جايه عليهم، وده خلى الكل على اعصابهم. تينو حست بحاجه قويه جدا جايه في اتجاههم، وحتى كراي حس بالوجود ده فقام بسرعه حمى تينو وفضل يفكر في القطعه الاثريه اللي معاه، خصوصا القطعه اللي بتديله ارواح اضافيه. دلوقتي معاه 5 ارواح اضافيه، يعني لو اتضرب للمره السادسه خلاص هيموت. واخيرا ظهر الوحش الفانتوم وهو ماشي ناحيتهم ومعاه السيف بتاعه والكل اتخض. ولما الامور كانت باينه انها مستحيله ظهر شخص تاني ورا الفانتوم، وده كان كفايه عشان يخوف حتى تينو الشجاع. تينو بدات ترتعش وفضلت ورا كراي بتترجى انه ينقذهم، لكن كراي فجاه هدي لما عرف الشخص التاني اللي ظهر وفضل يتساءل هي بتعمل ايه هنا. بدون ما تنطق كلمه الشخصيه الغامضه اللي ورا الفانتوم تحولت لرونالدو وضربت الوحش بركله قويه جدا طيرته على حيطان الكهف. الست اللي لابسه قناع قربت من كراي وسالته اذا كل حاجه تمام، وبدات ترفع القناع وطلعت محدش غير ليزي اللي بقت كبيره دلوقتي. الشباب في الفريق اتصدموا وفضلوا يسالوا ازاي انسانه تبقى قويه كده، لكن ده عصب ليز جدا وقالت لهم ازاي يبقوا صيادين وحوش وهم حتى مش عارفين مين هم الجريفرز. قالت لكراي انها سافرت كل الطريق للمدينه عشان تقابله، ولما وصلت القصر سمعت انه في الكهف بيساعد فريق المهمه. بعد كده قالت له يبعد علشان هي محتاجه تتكلم مع تلميذتها، وراحت مباشره لتينو اللي كانت مستخبيه ورا كراي. ليز بدات تهاجم تينو بالكلام وقالت انها مش مصدقه ان تينو ضعيفه بالشكل ده، وانها مش قادره حتى تخلص الكهف السخيف ده لوحدها، واضطرت تطلب مساعده كراي. جيل حاول يتدخل ويوقفها لكن خد منها ركله رجعته للحيطه. ليز كملت كلامها اللي كسر تينو خالص لحد ما وقعت على الارض وهي منهاره، بس ليز ما كانتش ناويه تهدى، وكراي كان خايف يدخل عشان مش عايز يتبهدل زي جيل،
تكمل. تينو اخيرا ركعت على ركبها واعتذرت لليز عن فشلها. كراي حس ان اللي بيحصل ده كتير وقرر يدخل اخيرا. قال لليز ان تينو عملت شغل ممتاز خلال المهمه وان ده كله بفضل تدريبها الممتاز. فجاه ليز غيرت شخصيتها بالكامل وبقت هاديه وسالت كراي اذا كانت فعلا عملت شغل كويس. فجاه الوحش الفانتوم رجع من الحيطه وراه وحش ذئب عملاق من امريكا هو ماسك رشاش مينيجن كبير. ليز اتعصبت ولبست القناع بتاعها تاني والذئب بدا يضرب عليهم، لكن ليز كانت سريعه جدا وبدا الوقت كانه بيبطأ وهي بتلقط كل رصاص بسهوله. بعد كده نطت على الوحش وقتلته بركله واحده في دماغه. بعد ما خلصت على الذئب راحت على الفانتوم اللي كان مستعد يهجم عليها، مسكت السيف بتاعه بايديها ورفعته في الهواء بركبه وبعدين ضربته على الارض بلكمه قويه. تينو المسكينه كانت عماله تعيط وكراي كان حاسس بالذنب عليها، لكنه كان عارف ان التدخل مش فكره كويسه عشان ما يتبهدلش زي الفانتوم اللي مات اخيرا بعد ما ليز اخترقت دماغه بلكمه. في الاخر ليز هديت شويه وحضنت كراي وقالت له انها وحشتها. خرجوا من الكهف بامان وتاني يوم جير رجع لارض التدريب وادى السيف السحري بتاعه لتينو وقال لها انه عايز كراي ياخده لانه هيبدا التدريب من الصفر تاني عشان يبقى قوي زي ليز يوم من الايام. لكن باقي الفريق ما كانوش متفائلين قوي بالكلام ده، وفي نفس الوقت تينو فضلت تفكر في الاقنعه الغريبه اللي الجريفرز بيلبسوها وطلع ان كراي هو اللي طلب تصميم الاقنعه دي عشانهم. في يوم من الايام كراي بدا يدور على السلايم اللي المفروض يكون في الكبسوله حوالين رقبته. هو اخدها من سنه من اذكى كيميائيه في العشيره بتاعته اللي كانت دايما بتدي منتجاتها النهائيه عشان يحفظها. معظم الحاجات دي كانت خطيره وهي قالت له انه لو اتصرف باهمال مع السلايم وحرره ممكن يدمر العاصمه بالكامل، وده السبب انه كان مرعوب لما لقاها مش موجوده. لكن كراي قرر انه ما يفكرش كتير في الموضوع عشان عقله ما ينفجرش، اقنع نفسه ان السلايم عمره ما كان في الكبسوله وانه كان قلقان على الفاضي. بعد كده راح لمبنى العشيره وسكرتيرته ايفا قالت له ان جمعيه صيادين الكنوز عايز تقرير عن كهف الذئب الابيض. كراي قال لها تبعت تينو بالتقرير لانها كانت قائده الفريق. ايفا بتقول له ان تينو بتتدرب مع ليز دلوقتي وهو على طول بيرحم البنت المسكينه. فجاه بيسالها لو حصل حاجه مهمه في العاصمه، فقالت له مفيش حاجه حصلت لكنها هتبدا تحقق، لكنه قال لها مفيش داعي. قرر يروح يشوف تينو وساب كل حاجه لايفا اللي بدات تفكر في ان كراي دايما توقعاته صح، وافتكرت انه طالما قلقان على العاصمه اكيد حاجه خطره هتحصل قريب. في الوقت ده كراي وصل قاعه التدريب ولقى صيادين كتير متضايقين واقفين عند البوابه. صياد مستوى 6 اسمه 7 قال له يسيطر على ليز لانه الوحيد اللي يقدر يهديها لان الباقي عايزين يتدربوا برضه، و7 كان خايف اكتر على حياه تينو لو التدريب استمر. كراي ضحك وقال له ده هزار، بس اول ما البوابه اتفتحت لقى تينو مرميه على الارض وليز واقفه قدامها بمنظر مرعب وبتشتمها جامد وبتقول لها تقوم. لما ما قامتش ليز المجنونه قررت تنهيها بركله قويه. لحسن الحظ كراي لحقها قبل ما تضربها وليز بصت له بنظره غريبه وقالت له بجد بتوقفني؟ هو رد بابتسامه وقال لها ان تينو وصلت لحدودها ولازم تستريح النهارده. ليز بسرعه رجعت لطبيعتها وفرحت وقالت لكراي انها هتسيبها تستريح عشان خلاص مش قادره تقاتل. بس فجاه تينو مسكت رجلها بكل قوتها ووقفت عشان عايزه تبان قويه قدام كراي وقالت لليز انها تقدر تكمل. ليز طارت من الفرحه، ولما الاثنين كانوا هيبداوا الجوله الثانيه كراي هرب من القاعه لانه عارف انه لو قعد اكتر هيموت. بره 7 افتكر ان دي كانت خطه عبقريه من كراي عشان يخلي تينو اقوى، وكراي سابه يصدق اللي هو عايزه. بعد كده قعدوا يشربوا شاي و7 قال له ان مشكله وكر الذئاب البيضاء لسه ما اتحلتش وفي اشباح بتهاجم الناس في الطريق الشمالي. سالوا يعملوا ايه وكراي طبعا ما عندوش اي فكره، كان بيتمنى لو ارك موجود لانه احسن منه في كل حاجه ما عدا الحظ. فجاه جات له فكره وقرر يرمي القضيه على 7 وفريقه. بعتهم لجمعيه الصيادين عشان يقابلوا جارك وقال لهم فكروا فيها كانها تدريب. كراي مشي مبسوط من سرعه حله للمشكله، لكن واحد من فريق 7 ما كانش عاجبه. قال ان كراي رغم انه القائد عمره ما شافه عمل حاجه مفيده. 7 رد عليه وقال له ما تحكمش عليه بسهوله، الشخص ده وحش حقيقي. من ناحيه تانية جارك من جمعيه الصيادين كان بيفكر نفس الكلام، كان فاكر ان كراي كده عارف حاجه لانه ما بيتحركش من غير سبب. بعيد عنهم في معمل تحت الارض ساحر عجوز كان برضه بيفكر في دور كراي في القضيه الاخيره وهو وهو عضو في منظمة سرية.